يا صباح الخير على كل اللي بيتابعني واللي مش بيتابعني وما يعرفنيش. انا لونا، تابعوني على قناتي واعملوا اشتراك للقناه وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله. لو عندك شوز كده بيبقى بيطلع من رجلك وانتي ماشيه زي حالاتي يعني. عايزه اقول لكم ان من كتر ما بلبس الشوز ده وبيطلع من رجلي وانا ماشيه، مع انه على قدي بالظبط بس مش فاهمه بيطلع ليه، فانا حبيت كده. جات لي فكره يعني ان انا اعملها والحمد لله نجحت، فحبيت انقلها لكم لكل من بيعاني نفس المعاناه بتاعتي. فيلا بينا. بصوا بقى، هي دي اللي كانت بتخليني اعاني فعلا. بمشي طول ما انا ماشيه كده بتفضل تطلع من رجلي، مع اني ببقى قافله القفل بتاعها كويس. بس مش فاهمه ليه، وشكلها حلو وبحب البسها. فالمهم فكرت لها بقى في الفكره دي. جبت كده مقص. هي دي الحته اللي بتطلع بقى فعلا بتخلي رجلي تطلع منها. جبت مقص. بنفتح كده المقص بالشكل ده، وببتدي ادخله من المكان ده، بخرمه كده خرم صغير. وبتجيبي بقى اي شريطه سودا، آه، اي حاجه سودا عندك، المهم عشان يبقى شكلها حلو برضه ولذيذ، ما تبقاش شكلها كأنك كده مركبه لها حاجه، لا عشان يبقى شكلها حلو برضه زي ما هي. فحاولي تجيبي كده شريطه سودا رفيعه، وابتديت ادخلها من المكان اللي انا فتحته، بس كده بالعكس بالشكل ده. وبعد ما بلبسها، ببتدي اربطها من فوق بعد القفل اللي انا قفلته. بص شكلها كأنها جاية بالرباط ده، يعني شكلها حلو مبص، بس في نفس الوقت بدأت بقى اما بربطها بالشكل ده، ببتدي اربطها على رجلي من فوق. ما بقتش تطلع، واخيرا ما بقتش تطلع من رجلي خالص. يا سلام، بقيت وانا ماشيه كده بمشي عادي، واثق الخطى يمشي ملكا. ف المهم ان هي اتحلت، فحبيت انقل لكم الفكره دي وبس كده. باي.